اهلا بكم في فيديو جديد. معاكم مارو. احنا النهارده الفيديو بتاعنا موجود برضو في العربيه، وده فيديو عن ايه هو اكتر عمل او اكتر شغل اشتغلته وخدت فيه مرتب مجزي، بحيث ان انا اشتغلت هنا في امريكا يا جماعه شغلانات كتير جدا جدا ساعه ما جيت امريكا. خليني اقول لكم. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for weakness. I've been flying from town to town, from London. طيب اول حاجه انتوا شايفين انا رايح الجيم، بس قلت ايه طالما ان انتوا سالتوا كتير قوي السؤال ده، فلا ما لازم نعمل فيديو كده فاهم ونحكي بقى ايه عن الموضوع ده. طيب مبدئيا بس كده عشان نحط النقط على الحروف، اي حد هنا في امريكا مش معاه شهاده، يعني ما بيشتغلش بشهادته لسه او لسه ما اتخرجش، تمام، بيشتغل في كذا النوع دول. اول حاجه بتشتغل كاشير في اي مكان من الحاجات اللي هي مثلا جاز ستيشن، والمارت، صيدليات، الحاجات ديت. تاني حاجه بتشتغل سيلز في بيرسون، اللي هو سيلز بياع في اي مكان، براندات لبس او حاجات زي كده او تمام. تالت حاجه بتدور لك على حرفه تشتغلها مع حد وكده وبتمشي فيها، تمام. لكن من الاخر يعني مش زي عندنا في مصر ممكن تبقى شغال في صيدليه مساعد صيدلي ولا صيدلي وتبيع عادي ومن غير شهاده او كده، او مثلا تبقى شغال اسمك مهندس مش عارف ايه وانت اصلا مش مهندس، او مثلا تبقى ماسك مش عارف مدير شركه مش عارف ايه وانت مثلا معكش اي حاجه في شهادات ولا اي حاجه. هنا في امريكا مستحيل. اوكي نخليني بس نحط النقط على الحروف. اوكي بما ان انا كنت يعني او ما زلت لحد الان لسه ما اتخرجتش من الجامعه، فكنت بقعد اللي هو ايه اخبط في شغلانات واشوف شغلانه اللي بتديني اكتر وكده، وقعدت ايه الف. فانا الشغلانات كلها اللي اشتغلتها كلها اعتقد هم 5 شغلانات. اول شغلانه هي كانت البنزينه اللي هو الجاز ستيشن، تمام. وبعد كده رحت بنزينه تانية او شركه تانية، يعني اللي هي زي ما تقول ايه المنافسه للشركه الاولانيه، تمام. وبعد كده اشتغلت سكيورتي امن، وبعد كده اشتغلت في ميسيز او 2 ميسيز، تمام. وبعد الاثنين ميسيز دول جربت اوبر، وهي شغلانه مش لحد ما وحشه ومش وحشه، فانا حسيت ان هو ايه ده يعني ده في حاجات كتير جدا. وعلى فكره عملت انترفيوهات في شركات كتير جدا، بس ما كانتش عجباني من البدايات يعني معاهم، فمشيت يعني. طيب ايه هي احسن شغلانه او ايه هي الشغلانه المجزيه؟ تمام، دي بتنقسم الى شقين، وده اللي انا عايز اقوله لك. انت بتدور على ايه؟ لو انت بتدور على راحه بال وبعيد عن وجع الدماغ وكده وفلوس كويسه حلوه، ولا بتدور على تعب ومجهود وفلوس برضو حلوه؟ تقول لي ايه الفرق بينهم؟ اقول لك الفرق بينهم، وده اللي انت عايزك تعرفه كويس جدا. ان لو انت بتدور على شغلانه متعبه بس فلوس حلوه، يعني تشتغل سيلز تاخد كوميشن او نسبه من البيع اللي انت بتبيعه. يعني مثلا انت شغال سيلز في عربيات، تخيل عربيه 58000 انت ممكن تطلع في العربيه الواحده ب 3000 او 4000 دولار. مبلغ خرافي صح؟ شفت ده انا بقول لك عليه. تخيل انت مثلا شغال في مول بتاع لبس، بتاخد على كل حاجه بتبيع 10%، بس انت دلوقتي هتقول لي ايه؟ لا انا عايز الاولانيه بتاعت العربيه. بس استنى، انت ممكن تقعد اليوم كله ما تبيعش عربيه اصلا، صح؟ بس انت في اللبس سيلز، يعني بتبيع لبس وملابس وحاجات زي كده، في اليوم الواحد بتبيع فوق ال 5000 دولار حاجات. فهمت الفرق؟ يعني هي يعني انت ممكن على اخر الشهر هتلاقيها متقاربه شويه، تمام. بس الشغلانات دي ليها عيوب. ايه هي عيوب؟ لو انت دماغك ما بتستحملش الزباين. هتقول لي يعني ايه بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ هنا الامريكان بيشتركوا كتير، وهنا الامريكان مش زي عندنا في مصر اللي هو ايه اي حاجه والسلام يلا بينا وقشطه ومش عارف ايه. لا، الامريكان هنا بيحبوا السيرفيس، اللي هو الاحترام، اللي مش عارف ايه. لو حاجه، لو انت مثلا شغال بياع عربيات او سيلز عربيات، والعربيه بعد 5 6 سنين او 3 سنين بيحصل لها حاجه او عايز يعمل فيها حاجه، بيكلمك انت. فتخيل انت مثلا لو بعت 100 عربيه، وال 100 عملاء دول بيتواصلوا معاك، حرفيا بيتواصلوا معاك. عايز اعمل ابوينتمنت او ميعاد ان انا اصلح الصيانه، اعمل صيانه العربيه، عايز اعمل كذا في العربيه حصل لها كذا، تعرف منين كذا؟ وده غصب عنك لازم ترد على الزباين دول وتتجاوب، تتسائل معاهم وتتجاوب معاهم. دي جزء من شغلتك. وفي ناس تانية تقعد بقى تعمل كومبلين، لا انا عايز ارجع العربيه، لا انا مش عارف ايه، لا حصل كذا، او مثلا عايز ارجع اللبس، انا اشتغلت في لبس دوت وجزم واشتغلت جولري. اقسم بالله يا جماعه، اقسم بالله بتيجي عليك فتره اللي هو انت هتجيب حاجه تضرب فيهم كلهم، يعني من كتر ما انت تعبت بجد. مش تعبت ان انت مش شغلانه، لا تعبت ذهنيا يا جماعه. انا تعبت. متخيل كل زبون يخش لك عنده مشكله وعايزك تحلها له. انا عايز ديسكاونت، لا انا عايز اغير دي، لا انا عايز ارجع دي، لا انا مش عارف ايه، لا كل ده انا هتكلم عليه
في تفاصيل في عيوب ايه هو عيوب السيلز. تمام، بس ده اللي انا بقول لك عليه يعني كده ايه، حاجات طراطيش. طيب اللي دي شغلانه مجزيه عشان انت المجهود اللي بتعمله بيجي عليه عائد مع الحاجه اللي انت بتبيعها، تمشي شويه، فاهمني يعني؟ ماشي مش مشكله. طيب هتقول لي ايه الشغلانه الثالثه او شغلانه النوع الثاني اللي هو من غير وجع دماغ؟ الاوبر وشغلانه الامن. شغلانه الامن بيدفعوا اكتر من السيلز، يعني انت بدل السيلز بتاخد $17 في الساعه، تمام، الامن بتاخد حوالي $19 في الساعه، يعني فرق حوالي $2 في الساعه، ما تستقلش بيهم على فكره، اوكي؟ ففرق $2 في الساعه. بس الامن ما عندوش كوميشن او نسبه يعني تاخد عليها فلوس او من الحاجات اللي انت بتبيعها، عشان انت قاعد في عربيه ما بتعملش اي حاجه، تمام؟ بس في نفس الوقت انت ممكن تطلع بكميه مكاسب كتيره جدا من الامن. يعني انت قاعد في عربيه الامن دي بتقعد تذاكر، تقعد تعمل، يعني انا لو واحد شغال امن بقى كويسه جدا، اجيب اللابتوب بتاعي واقعد امنتج فيديوهات، كل واحد بقى لو بيعمل حاجه ممكن يشوف هو يعملها ايه في العربيه او المكان اللي هو قاعد فيه دوت. فدي ميزه بتبقى كويسه جدا في شغلانه الامن. تمام. نركن بقى شغلانه الامن على جنب دي. في حاجه كمان في اوبر بتبقى عجباني لما انت تبقى حر نفسك، اللي هو انت انا النهارده عايز اعمل فلوس، حلو دي، ادور العربيه اطلع اشتغل اعمل لي $100 $200 في اليوم، حلو، فيها بس شويه وجع دماغ من الزباين، بس مش كل الزباين، يعني مش كل الزباين. وحاجه نصيحه مني، تحط كاميرا في العربيه سواء للشارع او الناس اللي راكبه معاك، عشان لو حاجه حصلت بتاخد فلوس. هي بتاخد فلوس، يعني لو قدر الله حد ضربك، حد عمل لك حاجه في العربيه، اي بتاخد تعويضات من اوبر جامده جدا هنا في امريكا. دي شغلانه كويسه جدا، مرتباتها مجزيه جدا، يعني انت حرفيا ممكن في الاوبر تطلع لك حوالي من $3000 ل $6000 لو انت بتشتغل. في ناس هنا بتشتغل 12 ساعه كل يوم، دي بتعمل لها $6000 $7000 مستريح. الناس دي شغاله بتشتغل، يعني لو انت قد الكلام ده تقول لي ما انا ممكن اعملها، هو الحوار مش صعب. انا واحد ببقى جاي اصلا بعد 6 ساعات سواقه ببقى خلاص انا مش قادر، ظهرك وتعبك والجو حر وخلاص، تمام. بس في ناس بتقدر تعملها 12 ساعه في اليوم، وده الماكسيمم في اوبر او ليفت، 12 ساعه في اليوم. في ناس بتعملها بتطلع لها في الشهر بحوالي $6000 $7000 وهي قاعده بس في اوبر، تمام. بس هي ليها مشاكل وانا حكيتها في فيديو قبل كده، ممكن احط لكم الاي هنا لو افتكرت احطها في الاي يعني، تمام. هي المشاكل دي بالسريع كده، واحد ان انت بتستهلك عربيتك جامد، وسواء ما انت معاك عربيه جديده او كده، ميلات على العربيه، وتدفع بنزين كتير جدا. دول 3 مشاكل يعني مرخصه بسرعه كده المشكله. فهم دول الكام شغلانه اللي انا اقدر ارشحهم لك ان هم بيدوك مرتبات مجزيه، تمام. بس لو عايز مرتبات مجزيه اكتر من كده واعلى من كده، هشتغل لك حاجات جامده جدا ممكن تدي لك حوالي من $30 في الساعه ل $40 في الساعه، او من حاجه و$20 في الساعه ل $30 و$40 في الساعه. هي محكومه من حاجه و20 ل 40 وكده. تقول لي ايه ده، ايه الحاجات دي؟ اقول لك عليه الحاجات دي، وخليك معايا في الحته دي بقى. ممكن تعمل شهادات، تمام، تشتغل بيها. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا هنا المهن في امريكا، تمام، تقدر تخليك تشتغل بفلوس 30 و20 و$40 في الساعه، تمام. بس لازم تعمل حاجه اسمها سيرتيفيكت او شهاده تخليك تشتغل. يعني انت لو عايز تعمل حلاقه، تمام، بياخدوا هنا فلوس ذهب الحلاقين، تمام. لو انت عايز تعمل اللي هو سباك، نجار، مش عارف ايه. احنا عندنا في مصر ممكن حد يقول لك لا انا ما اشتغلش سباك، انا ما اشتغلش نجار، انا مش عارف ايه. كل واحد حريته، انا مش شايف ان شغلانات عيب، بس انا بقول لك على حاجه، ان الناس هنا اللي انت بتقول عليهم سباك او نجار ممكن تبقى بتتكلم بطريقه كده مش عاجباك، ماشي، مش عارف ليه يعني، مع ان انا شايف ان هي شغلانه عاديه وكل واحد بيتعب برزقه وحلاله. بس انا بقول لك الناس دي هنا تمام بيبقى راكبين عربيات، اقسم بالله انا واهلي وعيلتنا كلها ما نعرفش نركبها من الاخر يعني، تمام. الناس هنا دول مش بتبص لهم بقى ان هم ده سباك او مش عارف ايه وحاجات كده، العقليه اللي عندنا ديت عارفينها انتوا، تمام. لا هنا الناس دي زيك، الناس دي او احسن مني كمان، الناس دي بيشتغلوا شغلانات وبياخدوا فلوس جامده جدا. والدوله هنا يعني انت تعرف السواق بتاع التريلا بتاعت العربيه الزباله اللي بتيجي تاخد الزباله ديت، تمام، اقسم بالله العظيم 3 بياخد فلوس. تخيل انا اللي شغال في مكان سيلز هو بياخد اضعافي. يعني انت مقتنع بالفرق بين الحاجتين؟ ففي الشهادات ديت، تمام، تقدر تديك فلوس رهيبه، حرفيا الشهادات دي تديك فلوس رهيبه. انا لازم اشرح في فيديو ان شاء الله هعمل فيديو واوريكم كده يعني بصور، تمام، الشهادات كلها طخ 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 كده انزلها لكم على الشاشه كلها، تمام. وكل واحد بيدي كام في الساعه جنبها، يعني عشان تبقى انتوا عارفين، تمام. وبرده هشرح لكم ازاي الناس هنا تقدر تعمل زي مثلا
نيرسينج اللي هو تمريض او حاجات زي كده، او مساعد صيدلي او الكلام دوت، تمام، في مده سنه او سنتين، وشهاده برضو وكل حاجه، وبتدرس وتروح الجامعه وكل حاجه، بس يعني بدل ما تقعد 4-5 سنين. وهشرح لكم برضو الفرق ليه، تمام. ودي برضو فلوس تدي، ودي برضو فلوس جامده جدا وبتعمل فلوس حلوه جدا، تمام. فدي برضه هحكيها لكم في فيديو، بس انا حبيت اقول لكم في الفيديو دوت ايه هي المرتبات المجزيه، عشان انتوا بعتوا لي تقولوا لي ايه هي الشغلانات اللي ممكن تجيب مرتبات مجزيه. فانا شايف ان هم زي ما قلت لكم هم 2 بس، تمام. انت لو تشتغل سيلز، فالسيلز هنا بيعمل كوميشن وبياخد فلوس عليها، فشغلانه متعبه مع الزباين ووجع دماغ وكده، بس بتعمل فلوس كويسه، تمام. بس الشغلانه الثانيه اللي انت راحت البال ان انت تشتغل سكيورتي او اوبر، تبقى مع حر نفسك ودماغك مع نفسك، وبتاخد لك حوالي $19 في الساعه ولا حاجه، واوبر بتعمل لك حوالي $6000 في الشهر، تمام. بس السيلز بيرسون برضو بيعمل له حوالي 4000 ل $5000 لو انت شغال بكوميشن في عربيات او حاجات زي كده. ده كان الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لو عندكم اي سؤال بجد اكتبوا تحت في الكومنت، وانا بحاول قد ما اقدر اشوف ايه الكومنتات المكرره بنفس الاسئله واعمل لكم فيديو عنها. See you guys next vlog، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. سلام.